السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وليكم يا حبابي بهذه الحكاية جيت. حكاية اليوم هي حكاية الأمير والمهرة. كان يا مكان ملك عنده طفل وحيد، سبحان الخالق اللي صوره. وكانت عنده مهرة مربيها من اللي كان صغير، متعلق بيها ومتعلقة بيه، ما يفارقها ما تفارقه. كان الأمير عايش عيشة هانية زاهية، حتى جا النهار اللي مرضت فيه أمه. مرضها طال والطبة ملقاو المرضها دواء. حزن عليها الكبير والصغير، بصح الحزن ما يفيد، ربي ادى أمانته. حزن عليها الأمير، بكى وشكى، وبعد ما راحت أمه لقى روحه وحيد، ما عنده ونيس يونسو بغير المهرة تاعو اللي كل ما يضيق خاطره يروح يشكي لها همه. الملك بعد ما ماتت مرته قرر يعاود يتزوج، وعلى حد قوله ملك بلا مرأة تروح هيبته. وقبل ما تكمل مرته 40 خطب وتزوج، وهذا الشي اللي زاد كمل على الأمير وزاد حزن حزن. الملكة جديدة غير جات بدات تامر وتحكم بحكامها، تسلطت وتجبرت، واللي زادها غرور هو سكات الملك اللي خلاها على هواها. كانت الملكة قاسية القلب، حقودة حسودة، والحقد تاعها خلاها تدير كل حيلة باش تفرق الأمير على باباه. بصح كل حيلة تديرها تدور عليها. واللي زاد حقدها أكثر، نهار ولدت وجابت طفل، هنا قررت تقتل الأمير باش يكون بنها هو ولي العهد. الأمير مبقاش صغير، كبر ولا فارس من الفرسان، الكل يهابو ويحترمو. نهار من نهارات تفاهمت الملكة مع الخدامة تاعها دير للأمير السم في الماكلة. نفذت الخدامة واش طلبت منها الملكة بلا ما تتكلم، خطر على بالها باللي إذا رفضت وش راح يكون مصيرها. الأمير كان راقد وغير ناض راح يتفقد المهرة تاعو، خاطر كان ما ياكل ما يشرب حتى تاكل هي. وغير دخل عليها لقاها حزينة على غير عادتها، حط لها الماكلة والماء، بصح ماكلات ما شربت. قعد قدامها مسحلها على راسها حتى نطقت وقالت له راهم حابين يقتلوك. وغير نطقت ناض الأمير من بلاصتو مخلوع، كيفاش حيوان يهدر. حتى عاودت قالت له ما تخافش، راني حابة نعاونك، والماكلة اللي طابت اليوم في القصر رد بالك تاكل منها. دار الأمير كيما وصاته المهرة، وهذاك النهار الماكلة اللي مدوها له طيشها. والملكة كانت غير تتبع فيه وتسنى وكتا يطيح يموت، بصح الأمير ما ماتش، وهذا اللي حيرها وخلاها تخمم في حيلة أخرى باش تتهنى منه. الخطرة هذه طلبت من العشاب يخدم لها إباري ويطليهم بالسم. خدم لها واش طلبت، وغير جابتهم راحت حطتهم في فراش الأمير هكذا غير يرقد عليهم يموت وتتهنى منه. بصح الأمير حاميه الله من عنده، وحتى هذا المرة فطناته المهرة للحيلة اللي دارتها له مرت باباه باش تقتله، وطلبت منه يهز الفراش ويطيشه. وهذاك اللي كان الأمير بسبة المهرة كتب له ربي عمر جديد، والشك تاع مرت باباه بدا يكبر، وقررت تتبعه وتكشف سره. غدوة من ذاك تبعاته وللزريبة لحقاته، وهنا
تصدمت من واش شافت وسمعت. مهرة تحكي كي الإنسان، وعرفت باللي هي اللي في كل مرة تمنعوا فيها من الموت. مرت الأب قررت تنتقم، والمرة هذه خمت في حيلة باش تتهنى من المهرة. راحت لطبيب القصر، أعطاته من الذهب والدراهم اللي في حياته ما يحلم بيهم، وتفاهمت معاه باللي تمرض وكي يجي يداويها يطلب من الملك يذبح لها المهرة ولحمها ودمها هما دواها. وهذاك اللي كان. دارت الملكة روحها مريضة وطاحت في الفراش، الدواء ما دواها، والملك خاف تتعاود له الحكاية تاع مرته الأولى. وكيما كان الحال، الطبيب بعد ما شافها وقلبها راح للملك وقال له: الملكة دواها ساهل، جيبوا المهرة اللي عندكم في القصر، اذبحوها، تاكل من لحمها وتدهن من دمها، وإن شاء الله ما فيها باس، يروح الداء والوسواس وتولي خير من قبل. الملك عرف باللي الطبيب يحكي على المهرة تاع الأمير، وكان خايف من ولده ما يقبلش يمدهالو. بصح الأمير كان على باله بكامل الحكاية، والمهرة قالت له على الحيلة تاع مرت باباه، وطلبت منه يقبل واش يطلب منه باباه، بصح بشرط قبل ما يذبحوها يديروا سباق يتلموا فيه كامل الفرسان ويتسابق فيه الأمير معاهم وهو على المهرة تاعو. الملك كان خايف الأمير ما يقبلش، بصح الأمير قبل وشرط عليه السباق باش يودع فيه المهرة تاعو. فرح الملك ولم أقوى الفرسان وجد للسباق، وفي اليوم الموعود تلم الكبير والصغير باش يتفرجوا على الأمير. لبس الأمير لباس الفرسان، كان كل عريس فوق المهرة، وغير ركب عليها طلبت منه غير يبدأ السباق يحرق شعره من شعرها. وهذاك اللي كان. غير بدا السباق حرق الأمير شعره من شعرها، وفي رمشة عين بركت بيه المهرة وحطت بيه في بلاد في حياته ما شافها. قالت له: هنا واحد ما يقدر يقرب لك ولا يقتلك، تعيش معزز مكرم. ومدت له شكارة تاع دراهم وشعر من شعرها، قالت له: كل ما تحتاجني أحرق شعرة من شعري نجيك في الحين. الأمير بعد ما برقت بيه المهرة لقى روحه في بلاد غريبة، هز الدراهم والشعر اللي خلتهم له ومشى في طريقه هايم في أرض الله الواسعة، حتى تلاقى مع راعي قرر يحبس عنده، منها يريح من تعب الطريق ومنها يجيب خبار البلاد اللي راح يعيش فيها. حكاية تجيب حكاية حتى غربة الشمس، وملقى الأمير وين يولي. طلب من الراعي يخليه يبات عنده، وعطاه دينار تاع ذهب باش يذبح له خروف من الخرفان يتعشوا بيه. وهذاك اللي كان. ذبح له الخروف، كلاو حتى شبعوا، وهز الأمير الكرشة تاعو دارها فوق راسه، وهكذا بان أصلع وتبدل شكله، وزاد بدل قشو مع قش الراعي القديم. وغير طل الصباح حكم الطريق ومشى يحوس على خدمة يتقوت منها، حتى وصل لقصر كبير، وعلى حساب ما سقسى واستخبر هو قصر سلطان المدينة. ولقى بحداه جنان كبير معمر بشجر الفاكهة من كل خير. بقى يدور بصوره حتى خرج عنده مولاه، سقساه على حاله ومن بعد شك فيه. قالوا: لكان جيعان نوكلوك، ولا كان ناوي الشر علينا نبعدوك. جاوبوا الأمير وقال: ربي بعد علينا الشر ويبارينا منه، أنا عبد فقير جيت من بلاد بعيدة وماني طالب والو منك يا سيدي، غير تسد لي جوعي وتعطيني بلاصة من جنانك نريح فيها.
قبل مول الجنان يستقبلوا عنده، بصح شرط عليه يعسلوا الجنان وماكلته ورقادوا عليه. قبل الأمير وبقى عايش في الجنان. وكان في قصر السلطان عايشين 3 بنات، وهما بنات السلطان، الكبيرة والوسطانية والصغيرة. وكان السلطان يحرم عليهم الخرجة، خاطر كان كاين بينه وبين سلطان بلاد أخرى عداوة كبيرة، وكان يهدو ببناته. وكانت الشنبرة تاع البنت الصغيرة تطل على الجنان، ومنين تخرج تشم الهوا تشوف الأمير ساعة يسكي شجر وساعة مريح تحت الظل. حتى في نهار تفكر الأمير المهرة تاعو وحن ليها، خلى حتى خرج مول الجنان من جنانو وجبد شعرة من شعر المهرة وحرقها. وفي الحال كانت عنده، نحى الكرشة اللي فوق راسه وطلع عليها وبدا يجري ويصوتي، وبلا ما يفيق كسر الشجر وفزد الغلة. وكل هذا وبنت السلطان تشوف فيه من القصر حايرة متعجبة. بعد ما تعب الأمير هبط من على ظهر المهرة، لبس الكرشة فوق راسه وودع المهرة تاعو، وقعد تحت الشجرة حتى جامو الجنان وشاف الحال اللي رجع فيه جنانه. غضب وبدا يعيط ويحلف ويتكتف ما يزيد يقعد عنده الأمير دقيقة. وفوق هذا قرر يشكيه للسلطان. وهو على هذا الحال جاه مبعوث من عند بنت السلطان الصغيرة تطلب فيه الفقير اللي هو الأمير يحضر عندها في الحال. تعجب مول الجنان وبقى يستنى غير باش يعرف علاه بعثت عنده. مشى الأمير عندها وغير دخل القصر استقبلاته أحسن استقبال، كرماته ومن أشهى المواكل عطاته، هز كامل الخير وراح بيه المول الجنان. وبقاو في زوج حايرين من واش صرا. كلاو حتى شبعوا، وقرر مول الجنان يخليه عنده خاطر خاف يدور عليه السلطان. مشاو ليام، والأمير كل ما يتوحش المهرة تاعو يحرق شعره من شعرها، وديما تشوفه بنت السلطان حتى حبيته وعشقت فيه بلا ما تحسوا بحاجة. نهار من نهارات هجم العدو على قصر السلطان، قامت بيناتهم وكبرت. والأمير بعد ما شاف واش صرا حرق شعره من شعر المهرة، وغير كانت عنده طلع فوقها بدل قشو ونحى الكرشة اللي فوق راسه ومشى دخل وسط الحرب. بدا يضرب بسيفه اللي طاح بين يديه شاهد على حياته حتى قضى عليهم كامل، واللي بقى منهم هرب ومنع روحه. بصح في الأخر جات الضربة في يده وتجرح، دمه سال. وهنا عطاه السلطان مشوارته، أربطها على يده، وفي دقيقة برق بمهرته وواحد ما لقاله أثر. بقاو أيام وشهور يحوسوا عليه، بصح واحد ما عرفوا لا إنس ولا جن. غير بنت السلطان عرفاته، بصح سروا في قلبها خباته. كبر حبها للأمير وقررت تتزوج بيه، بصح كانوا عندها زوج اخواتها أكبر منها، وباش تقدر تتزوج بالأمير لازم يتزوجوا هما قبلها. وهنا قررت تحكي مع باباها السلطان، وهذاك اللي كان راحت عنده جبدت له على موضوع الزواج، وقالت له خواتاتي كبروا والخطبة كثروا والموت ما نعرف عندنا ولا عندك، لازم تزوجهم وتتهنى عليهم. تشاور السلطان مع بناته وعرفهم باللي قابلين. مشى الخبر والحق لأهل المدينة، وكان الأول اللي تقدم لهم هو ولد القاضي وولد الوزير. تشرف بهم السلطان وفي نسبهم ما عنده ما يخير ويختار.
وبعد ما قبلوا بناته ما عنده ما يعطل. لم الحباب والصحاب، فرحوا وزهاو وزفوا العرسان. وهكذا بقات غير بنته الصغيرة اللي حشمت تقول لباباه على الفقير اللي في الجنان. نهار من نهارات عيطلها باباها وحكى معاها، قال لها يا بنتي خواتاتك تزوجوا وتهنيت عليهم، بقيتي انتي، هكذا لكان ربي دا امانتو نتهنى عليكم. جاوبته البنت وقالت مد خبر لسكان المدينة، كل شاب في سن الزواج يتقدم لي، واللي يعجبني فيهم نضربه بتفاحة ويكون هذاك هو نصيبي. دار السلطان واش طلبت عليه بنته، وفي النهار الموعود تلموا كامل شباب المدينة قدام القصر طالبين يد بنته الصغيرة. عيط السلطان لبنته وغير جات بدات تحوس على الصلاع بصح ما لقاتوش. وهنا قالت للسلطان مازال واحد ناقص. بعث السلطان الحرس تاعو يحوسوا على الصلاع في الجنان، وغير جابوه للقصر وشافتو بنته ضربته بالتفاحة. تعجب السلطان وكل الحاضرين وزعف من بنته ومن واش خيرت، بصح هي بقات عند رايها وقالت له غير هو اللي نديه ولا ما كانش. غضب السلطان من بنته وخرجها من القصر، ورجعت تعيش مع الفقير اللي صلع في الجنان، اللي بعد ما ولات مرته حكى لها كامل حكايته وعرفاته بلي أمير. بصح السلطان ما قدرش يتحمل الصدمة ومرض وطاح في الفراش. تجمعوا عليه الطبة والعشابة، واحد ما لقى المرض دواء حتى جاه المجرب، قال له دواك هو تاكل من اللحم الغزال وتشرب من حليبها. وهنا طلب السلطان من اللي يجيب له لحم الغزال وحليبها يمدلو نص القصر وعينه ولي للعهد. وكان الغزال في هذيك المدينة مفقود وما يلقاوه غير في جبال بعيدة. جمعوا شبان المدينة الرحال، هزوا العوين ومشاو يحوسوا على الريم، ومن بينهم نساب السلطان ولد القاضي ولد الوزير. أما الأمير ولا لصلح كما الكل يعرفوه، حرق شعره من شعر المهرة، وغير وصلت عنده ركب عليها ودع مرته وبرق الأعالي الجبال يحوس على الغزال. وقبل ما تغرب الشمس كان صيد 3 غزلان، الأول والثاني فقع على لحمهم وعلى حليبهم مرارة حتى رجع اللحم مر والحليب مر، والثالث خلاه صافي ورجع قاصد الجنان حتى تلاقى في طريقه مع ولد الوزير وولد السلطان. مد لكل واحد لحم وحليب الريم، بصح اللي فقع فيهم المرارة، وده هو اللحم والحليب الصافي. وغير وصل لمرته مدلها اللحم والحليب تديهم لباباها. فرحت مرته وبلا ما تزيد تستنى جرات للقصر، بصح لقات خواتاتها سبقوها. حزنت وبغات ترجع منين جات، حتى شافت السلطان يعيط وهو زعفان، خاطر اللحم والحليب اللي جابوه نسابو كان مر وما يتكلش. وهنا رجعت ومدت لباباها واش كان في يدها، وغير ذاق الحليب لقاه حلو، زادوا طيبوا له اللحم وكلاه. وهنا رجعت له صحته ووقف على رجليه خير من قبل. فرح السلطان ببنته وقرر يطلب السماح من نسيبه لصلع. لم الأحباب والصحاب ودار لهم عرس فيه 7 أيام و7 ليالي. جا لصلع ومرته، وهنا مرته نحات له الكرشة اللي على راسه، ونعتت للملك المشوارة تاعو اللي مدها للفارس اللي دافع عليهم في الحرب، وحكيت له حكاية لصلع وباللي هو أمير وفارس من أقوى الفرسان. بقى كل اللي في القصر داهش حيران. طلب السلطان السماح من الأمير
وعينوا ولي للعهد. وبعد ما فرحوا وزهاو 7 أيام و7 ليالي، طلب الأمير من السلطان السماح باش يروح يحوس على باباه. هز معاه مرتو وبرق على المهرة تاعو، وغير وصل للقصر تاع باباه قالولو بلي باباه راهو في الفراش، خاطر مرتو سحراتو، أرجع ما يتحرك ما يتكلم، ولات هي اللي تحكم وتتحكم. الأمير مسكتش على واش دارت فيه مرت باباه، على صغرو اللي ضيعاتو، وعلى كبرو اللي عيشاتو بعيد على باباه، وفوق هذا سحرت باباه ودات بلاصتو. الأمير انتقم منها وقتلها، تهنى منها وهن الناس من شرها، داوى باباه وارتاح من السحر اللي فيه. وهكذا أرجع هو ومرته يعيشوا مع باباه اللي عينوا ولي للعهد. جابوا البنات والصبيان وعاشوا كلهم في الهنا والفرح، وهما راحوا تيستيس.